السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة نهار اليوم وصفة رائعة، وصفة خاصة بالمرقة الحلوة. رجعت لكم بعد فترة من الغياب بوصفات جديدة، وصفات رائعة في شهر رمضان الفضيل. راح تكون عدة وصفات، نتمنى منكم الدعم والتشجيع، ونقول لكم رمضانكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. نتمنى أنها هذه الوصفة تنال إعجابكم، وصفة تشبح الصفراء بالكاوكاو. نبداو على بركة الله. عندي هنايا حوالي 3 كيلات من الكاوكاو. حمصت الكاوكاو تاعي ولا تقليه في الكوشه تاعك غير شويه، تخرجيه ترحيه. بعد ذلك راح توزنيه. انا هنايا درت 3 كيلات، كل كيلة تزن حوالي 250 غرام من الكاوكاو. ضفت معها نصف كيلة تاع السكر، تزن حوالي 125 غرام تاع السكر العادي. ضفت ملعقة صغيرة من الفانيلا، وأيضا راح تخلطيهم مليح هاد المكونات يعني النواشف. بعد ذلك راح تعاودي ترحيه حتى لوين يولي رقيق خلاه، وتقدري يعني تعجنيه من بعد. راح نضيف هنايا حوالي ربع ملعقة صغيرة من عطر اللوز الحلو. عطر اللوز ينحي لي الذوق تاع الكاوكاو. ايضا راح نضيف حوالي ملعقتين كبار من ماء الزهر او ماء الورد اللي متوفر عندك. بخصوص اللوز، يعني اللي راح تستعمل اللوز، دير 3 كيلات من اللوز مع كاس غير أسبوعين من السكر العادي بدون أي مضافات. راح تستعملي المكونات خاصة باللوز. هنايا راح نخلط كامل، ندخل هذه المكونات مع بعض الداخل حتى لوين يندمجوا. بعد ذلك راح نضيف صفار البيض. يعني كاين بزاف اللي ما يقدروش يشرو اللوز يستعملوا الكاوكاو عادي، يعني راح تعطيك ذوق ثاني جدا رائع. هنا نجيب البيض نتاعي، راح نفصل الصفار عن البياض. هي الوصفة الرئيسية تجيب اللوز، ما تجيش بالكاوكاو، لكن يعني كما راكم تشوفوا كل واحد والقدرة الشرائية تاعو. كاين ناس ما تقدرش تشري اللوز، تستعمل كاوكاو عادي يعني. هنايا راح نفصل الصفار عن البياض. تبعوا معايا حتى الأخير، نعطيكم الأسعار وكيفاه تقسموا الكمية باش تخدموها كمشروع. راح نخلط هنايا البيض، الصفار البيض نتاعي، وراح نلم بها عجينة الكاوكاو هذه. راح نبقى ندير بالصفار تدريجيا حتى لوين تتماسك معايا العجينة. أنا هنا خرجت لي حتى حوالي 15 حبة تاع بيض إلى 17 على حسب الكمية اللي عندك أو الحجم، حجم البيضة، لأنه كاين بيض يجي صغير. أنا البيض هذا شريته صغير كما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما لميت الكاوكاو نتاعي كما راكم تشوفوا العجينة أصبحت عجينة عليها لازم نرحوها مليح رقيقة باش تقدري من بعد تجيك مليحة، يعني الشكل نتاعها والذوق نتاعها وكل شيء. هنايا بعد ما لميتها تبسطيها بهذه الطريقة. يعني كما راكم تعرفوا الكاوكاو يخرج الزيوت تاعو. راح نجيب كيس ونحط عليه باش تساعدني في الخدمة. راح نحلها على حساب السمك اللي حبيتيه، لكن يعني اشباح الصفراء راهي عندها طوابع خاصة بها على حساب السمك تاع الطابع تحبسي. هنا راح نحلو. انا في داري يعني نفضلها انها تكون شوية رقيقة، مش رقيقة، متوسطة نوعا ما تكونش رقيقة ما تكونش خشينة ياسر. هنايا بعد ما بسطتها كما راكم تشوفوا راح نجيب الطوابع تاعي الخاصين بالشباح الصفراء. السعر تاعهم كما راكم تشوفوا هنايا راه موجود على الغطاء تاعها، يعني تستعملوهم وترجعوهم في المكان تاعهم. نطبع الان الشباح الصفراء تاعي، قلنا على حساب العرض تاع المول اللي عندك كما راكم تشوفوا هنايا. نطبعهم كامل ان شاء الله، نوجدهم ونرجع لكم اخواتي متابعين الكرام. رجعت لكم هنايا بعد ما طبعت الشباح الصفراء تاعي وكملتها كما راكم تشوفوا. خرجت لي كمية لا بأس بها، يعني راح تكفيكم خاصة لأصحاب المشاريع. أيضا راح تخرج لكم قريب كيلو، يعني ناقص شوية برك باش تولي لك كيلو. هنايا كما راكم تشوفوا الشكل تاعها كيفاه جاني. نروحوا الآن نجيب البياض نتاعي اللي فصلته
عن الصفار. الشباح الصفراء تاعك اذا درتيها الصباح خليها ترتاح حوالي 6 ساعات باش تبداي تقليها وتستعملي لها البياض. اما اذا درتيها في المساء خليها من الاحسن انها تبات وفي الصباح تخدميها عادي. هنايا راح نطلي الشباح الصفراء بالبياض بالفرشات او تقدري يعني تغطسيها لداخل في البياض. انا فضلت الطريقة الثانية. راح ندخل الحبة نتاعي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، وتجيبي بابي سيرفيات تمسحي هذيك الشباح الصفراء كيما راكم تشوفوا. راح تمسحيها هكا على الصحن وتنحي كامل هذاك البياض. بعد ذلك تخليهم ينشفوا من البياض وبعد تمسحيهم بالفرشات وتعاودي تمسحيهم ببابي سيرفيات هكذا باش تجيك خدمة مليحة. انا هنا راح نمسحهم كاملين. راح نحط المقله نتاعي تسخن على نار تكون متوسطه نوعا ما تكونش متوسطه النار قويه. كاينه نار تكون متوسطه بصح تلقايها قويه، يعني تكون متوسطه نوعا ما، ونروح نقليوهم مع بعض. هنايا بعد ما سخن لي الزيت تاعي راح نقلي الشبح الصفراء مع بعض. كميه الزيت ما تكونش معمره، تكون يعني كيما راكم تشوفوا كي تحطي الحبه تاعك راح تكون في الوسط باش تقلبي على الجهه الاخرى وتطيبيها عادي. يعني هنا راح نحمرهم كامل نوجدهم ونرجع لكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا شبح الصفراء تاعي راهي واجده ان شاء الله تنال اعجابكم. الكميه خرجت لي حوالي قلنا قريب كيلو 987 غرام تاع الشباح الصفراء. اللي حبت تستعمل يعني تبيع بالكيلو راح تضيف الكميه، واللي حبت تبيع ولا تخدمها بال100 غرام توزنها 100 غرام راح تخرج لها 25100 غرام. تاع الكاوكاو كيلو 220000، واللوز تاع اللوز 450000 للكيلو. هنايا كما راكم تشوفوا العلب الصغيره درتها كل وحده تزن 100 غرام. كما قلت لكم هنايا العلب هذو الميزان تاعهم يعني وزنتهم على حساب الطلب 100 غرام لكل علبة. وأيضا اللي حبة الكيلو تستعمل كيلو عادي. كيلو اللوز قلنا 450، كيلو تاع الكاوكاو 220 ألف. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وانتظروا الوصفة إن شاء الله، وصحة فطوركم.